بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، تعالوا أحكي لكم قصة توت وبناته اللي هيتجمعوا لأول مرة من سنين. كلنا عارفين إن توت عنخ آمون اتولى عرش مصر وهو عنده حوالي 9 سنين، وكان اسمه وقتها توت عنخ آتون. توت المسكين مامته ماتت وهو صغير، وعاش مع مرات أبوه الملكة الجميلة اللي كلنا بنحبها نفرتيتي، واللي قررت تجوزه بنتها عشان هيكون ملك على مصر كلها. لكن للأسف توت ومراته ما خلفوش، أو كنا فاكرين كده، لحد ما ظهر صندوق خشب صغير محدش خد باله منه، كان موجود في مقبرة توت. الصندوق حل اللغز اللي كان متداري لأكتر من 3000 سنة. اللغز ببساطة إن توت خلف بنتين. عرفنا إزاي رغم إن مفيش ولا نقش ولا نص بيقول الكلام ده؟ عرفنا من الصندوق اللي لقاه كارتر مكتشف مقبرة توت. كارتر لما شاف الصندوق في الأول ركنه على جنب وكتب عليه رقم، وما كانش مهتم بيه عشان ببساطة مش هيسيب الذهب اللي في المقبرة ويبص للصندوق الخشب. وبعد سنين طويلة اكتشفوا إن الصندوق فيه مومياوتين صغيرين قوي، ونقلوهم لقسم التشريح بكلية طب القصر العيني. ودكتور سحر سليم اكتشفت إنهم بنات توت وكانوا صغيرين قوي لما ماتوا. يعني واحدة ما اتولدتش أصلاً، كانت جنين في بطن مامتها، والتانية ماتت بعد ما اتولدت على طول. وبعد فراق استمر 100 سنة، البنات اتجمعوا النهاردة مع مقتنيات باباهم الفرعوني الذهبي في أحضان المتحف المصري الكبير، وتوتة توتة ابتدت الحدوتة.